صباح الخير اعزائي المشاهدين، نرحب بكم جميعا ببرنامج سيداتي انساتي. انا اليوم من مذيع برنامج يحدث اليوم مشاكل المواطنين انتقلت سريعا الى برنامج سيداتي انساتي، وراح استضيف زميلتي اليوم الزميله رانيا حداد المتالقه دائما. واليوم الصحيح انا جاء على بالي طبخه مش معقوله. الشيف الصبايا موجودات قاعدات يجهزن. شو خلاص ترى ولا بعرف اطبخ ولا بعرف اسوي شيء. تعرف تاكل انت؟ بعرف أكل. اهلا وسهلا بكل الانسات والسيدات بمشوار جديد رح يكون معاكم بساعه من الزمن بنفس المكان لنكون مع سوا بفقرات جديده ومنوعه، وايضا ضيوف جداد انتم بتحبوهم وبتحبوا انكم تكونوا على تواصل معاهم دائما وابدا. اليوم مثل ما انتم صرتوا عارفين ضيفنا هو اعلامي من اهل البيت، متميز، وايضا كان لك تاريخ حافل بموضوع الاخراج. صحيح. وايضا همك الاول والاخير هو الوطن والمواطن وبحث القضايا وايضا ايجاد الحلول لهم. احنا سعيدين جدا الله بمشاركتك معنا اليوم. الله يسلمك. اليوم رح نطلعك من اطار يحدث اليوم لا المشاكل. اطار انساتي سيداتي، برنامج رح نقلة نحاول نوعية. ايوه لا لنوعيه تماما. اول شيء بدنا نشوف انت قديش مناصر للمراه، قديش بتساعد كثير. بالبيت. مساعدة ما بساعد. ما بتساعد؟ يعني هي أسئلة سريعة لكن بالتفاصيل بعد قليل. لا لازم نعرف قديش انت، وهلا بدنا ناخذ اتصال من زوجتك بدنا نحكي معاها نقول اذا انت عن جد بتساعدها او ما بتساعدها ولا بس بتاكل. بس أكل. بس صراحة. بتاكل أبداً. والله ما بساعدها. طيب وكيف بتحل قضايا النساء مثلا؟ ما هي قضايا متنوعة مختلفة. طيب يعني انت عشان هيك- مناصر لها حتى طبعاً. بجانب طبعاً اخر هي يعني. المرأة مين؟ أمي وأختي وبنتي، ويعني هي المرأة جزء من المجتمع وجزء مهم. طب هيك رساله منك سريعه لكل الانسات والسيدات اللي عم بتابعونا هلا من خلال هالبرنامج. بقول الله يعطيني العافية. هي أمي وأختي ومرتي وبنتي. عشان يحبوك اكثر. بعتقدش. طبعا احنا رح يكون معنا فقره كثير مهمه اللي هي فقره المطبخ. بقول لكل السيدات والانسات حضروا الورقه والقلم، رح نبلش اليوم بالايام الاخيره من شهر رمضان المبارك. ان شاء الله رح يكون في عنا طبخات جديده وزاكيه، ورح نبلش اليوم في شيء كثير زاكي، الكعك المعمول رح اغششهم. اهلا وسهلا فيكي شيف ريما، يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا الكاميرا معاكي، وقولي لكل الانسات والسيدات شو رح تطعمينا اليوم. اليوم بدنا نعمل قوارب بطاطا. ترى أنا هاي شاطر فيها القوارب بالبطاطا. لا زي طريقتي او لا. وبدنا نعمل معمول بالسميد. حنعمل طبعا بالعجوه والجوز والفستق الحلبي. طيب نبلش نعطي ناخذ المقادير، طبعا رح ناخذهم بعدين، بس انا بدي اسالك سؤال. عاده الست قبل العيد بتبلش تنعجق كثير، وبالذات موضوع الكعك والمعمول. برايك السميد لازم ينعمل قبل بوقت؟ يعني تبس السميد قبل بوقت ولا ممكن بنفس اليوم تبس الصبح لا، هو وتبلش؟ يفضل انه ياخذ راحته بالبس، انه يومين. في ناس بتحطه اسبوع، يعني انا عم بس أسبوع مع كامل. اسبوع كامل. بس انا عاده قبل بيوم او يوم ونص بكفي وببدا اشتغل فيه. طيب اذا احنا رح نبلشك تقدمي وصفاتنا لليوم، واكيد طبعا احنا دائما وصفاتنا مع حبه الحب كنور. شو هو؟ وصفاتنا مع مين؟ مع حبه الحب كنور. مع حبه الحب كنور. طيب طبعا شيف ريما، قولي لنا الايام اللي جايه شو محضرت لنا؟ والله خليها مفاجاه. يعني هيك اشياء بسيطه هيك بدي اعمل الحلوه عشان العيد. شوفي اليوم طبعا حنعمل معمول لانه امبارح في مشاهده طلبته بالسميد، وبدي مفكره اعمل شويه خلطات معجنات الحلقه الجاي. يعني اعلمكم شويه اشكال كيف بدنا نعملها وشويه خلطات جديده. طيب اذا احنا رح نتركك بالمطبخ، واكيد انا وزميلي بسام مستعد لما نشلح البدله. انا عمري ما شفت شيف لابس بدله ابدا، وبدنا نلبس الروب يا سلام والطاقيه كمان. ايوه عن جد ونلبس كفوف. ما فيش كوف على قد ايدي. لا عندنا دائما كل شيء موجود. طيب الزميل بسام، قد ايه يحدث اليوم بهالشخصيه اللي دائما جديه عم تحكي مع المواطن، بتشوف مشاكله، قديش فيها جزء من حياتك اليوميه؟ صحيح هاي نوعيه البرامج هي اسست فينا هاي الشخصيه. جزء احنا ما كنا بالاول على مقربه من كل مشاكل الناس، لكن وجودنا وقربنا من المشاكل هي يعني ولفت حياتنا او غيرت حياتنا. كنا مع المواطن، مع مشاكل المواطن. لما تسمع مشاكله يجوز على مدار 5 أو 6 سنوات فاتوا كثير مشاكل عمرنا ما سمعنا فيها بحياتنا. يعني تستغرب لو اقول لك بعض المشاكل اللي انا سمعتها من المواطنين بتوقفي عندها كثير. فكل هاي المشاكل او الكم الهائل من المشاكل يعني حرفت طريقنا من يعني ناس لا مبالين الى حد ما، او يعني بجوز ما بتعين المشاكل، صرنا نهتم بكل مشكله ونحاول ونجد الحل وين. يعني حلو اول ما تقولي والله انا عندي المشكله الفلانيه، مباشره تصير تفكري بالعقل الباطني وين حلها وكيف بدي احلها ومع اي جهه بدك تحكي. عند اي جهه. فهذا الشيء يعني
ابديت يعني شيء على طول على طول على طول. شيء منيح. طب طبعا هو اكيد شيء كثير منيح انه التواصل مع الناس. هلا انت لما بتطلع الشارع قديش هذا الموضوع بيعطيك هيك شعور رائع جدا انه انت الناس عم بتقول لك بسام كيف ساعدنا، اعطينا، سوي لنا. بنبسط جدا بصراحه يعني شعوري جدا رائع، بس لكن في هناك شويه ازعاج. يعني في ناس بيحكي معك الساعه 2 يقول والله يا اخوي المي مقطوعه عندي اليوم. والله المي ما اجتنا لها ساعتين مقطوعه وتاخرت. طيب استنى عليها شوي. ممكن نقول كمان ساعتين راح تيجي المي. الوضع الماء احنا بشكل عام بالاردن يعني في شح بالمياه. طبعا اكيد. اسبابه كثيره، في هدر وفي يعني مصادر المياه مختلفه، في مشكله معينه، لكن المواطن الاردني دائما مستعد، دائما بده مي. جميع مناطق المملكه بيشكوا عن موضوع المي. لما يحكي معك الساعه 3 الصبح يقول والله يا اخوي دورنا اليوم قبل ساعه ما اجت. تقول له الساعه 3 يعني بدك تحكي يعني مزبوط. خلص خليها لبكره، واذا ما اجت ان شاء الله راح نحكي لك مع المسؤول. هاي الاشياء برضه يعني فيها شويه ازعاج. طيب احنا بيقولوا عنا هيك خبريه، ما بعرف اذا انت بتوافقني، احنا شعب كشر مثلا ما بنضحك. شو رايك بهالمقوله هاي؟ لانه انا دائما بضحك، انا مش مع هاي المقوله ابدا، انا دائما مبتسم. طفران، جوعان، شبعان، سهران، نايم، لازم اضحك. ابدا؟ شو بدي اسوي؟ ابدا. يعني متفائل الى حد ما. طيب بسام، انت كان في لك تجربه ايضا في برنامج المسابقات، مضبوط؟ قديش هالبرنامج حلو؟ قديش مثلا كان كثير حلو؟ ومهند عم بيقول مخرجنا عمرك بحياتك ما ربحته، هاي الخبريه منيحه؟ هو لانه عمره ما حكى معنا. ما عم بلقط الخط معه. لا ما ولو حكى بربح بغش. بس كل البرامج المسابقات انا اول ما بلشت برنامج مسابقات كان شيء اسمه بوابه الربح. برنامج له علاقه يعني على الحظ، بيعتمد على الحظ، بس هو البرنامج وجوز تميزت فيها اشياء القرقعه والسحليه ومش عارف شو، فكلها اللي كنت اقولها الناس يعني كنت قريب منهم بهاي المصطلحات اللي هي بسيطه. يعني ما كنت رسمي جدا. كنت على طبيعتك اللي احنا بنعرفها. في مسميات اللي عمر مذيع ما قال سحليه او قرقعه، فانا كنت اقول لانه انا هي فعلا هي قرقعه يعني. هلا هي قرقعه ولا كركعه؟ كركعه. منين جبتي كركعه؟ قرقعه. انا بعرف كركعه. انا بسحب قرقعه. مسمياتنا غير. اسالي مهند. مهند شو بتسموها يا مهند؟ زيك قرقعه. قرقعه. مصمم يعني. طيب قديش هلا بتحب اذا خيروك مثلا ترجع تقدم برنامج مسابقات او برنامج منوعات، بتحب؟ مسابقات منوعات لا ما بعرف. ليه طيب؟ ما بتحب الفنانين؟ ما بتحب الفن؟ لا بحب الفن بس خلص يعني صوتك مش حلو مثلا ما بتعرف تغني. لا بغني. معلوماتي الفنيه جزء غير كافيه، واي بني ادم بتطلع على الهواء مذيع اذا ما كان عنده مشبع بالمعلومات باي موضوع كان اكيد راح يطلع يعني ضعيف. يعني بس انا متاكد اليوم انت راح تطلع جدا قوي لانه بالمطبخ يعني بتحب الاكل. بموت عليه. اوكي. بس في مع انه طلب معي سكري يعني ممنوع عن بعض الاكلات، بس بصراحه لما اجوع ما بفرق لا ممنوع ولا مش ممنوع. ابدا؟ طايح رايح؟ طايح رايح. بعد طيب بدنا نسمع هلا، احنا سمعنا العصافير قالوا لنا انه صوتك كثير حلو وبدنا الاماكن. ترى هاي العصافير مش مضبوطه. العصافير مش مضبوطه. جوعان العصافير. عصافير مهاجره والله يجوز شكلهم مخربطين ببسام غيري. انا عمري ما كنت فنان ولا عمري كنت مطرب. طب هيك اعطينا هيك شيء بسيط هيك مقطع الا الواحد بدندن يعني. يجوز وانا اطبخ. بدناش اليوم نضل انا مذيع عم بحاور مذيع واعلامي. يجوز وانا اطبخ تجيني الالهام واغني لك اغنيه هيك من زي شو؟ لمين بتحب تسمع مثلا؟ والله انا بحب اسمع لمتعب. متعب الصقار. تحيات كبيره للاستاذ متعب. طب معناته رح ناخذ منك موال، رح ننتقل انا وياك على المطبخ. وبالبدله ولا بدون؟ لا بنشلح الجاكيت هلا وبنلبس البدله. تفضل معنا. الميكروفون وين راح فيه؟ بنحطه على القميص. مخرجنا يا مخرج. عم بسالك وين بدي احط المايك؟ الميكروفون بدي اقوم. يلا تفضل. يلا. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. هلا بنحطه على الجرافه. وايرلس. تفضل. المطبخ مقدم من مطابخ الطباع شارع مكة. الأدوات المنزلية مقدمة من معرض ساميز عبدون. مكونات الطبخ مقدمة من كوزمو. الإلكترونيات مقدمة من سامكس.